هو اشمعنى الفئران اللي العلماء بيختاروهم علشان يعملوا عليهم تجارب سيكولوجيه زي دي؟ ليه مش كلاب ولا قطط ولا قرود حتى؟ اشمعنى الفار يعني؟ الفئران كائنات اجتماعيه جدا، ده غير بقى ان هي عندها شويه مشاعر كده شبه البشر، زي الغيره والامومه والقلق والتوتر والرغبه في الاستكشاف وحتى العدوانيه وحب الذات، وفي نفس الوقت ما عندوش مانع يعيش في اكله ومرعى وقله صنع. ده غير بقى ان التكوين الجيني بتاع الفئران قريب جدا من الانسان، لدرجه ان لما اتعمل MRI على دماغ الفئران لقوا ان الفئران لما بتعمل انشطه معينه الاماكن اللي بتنشط في دماغها هي نفس الاماكن اللي بتنشط في دماغ الانسان لما بيعمل نفس الحاجه. ده غير بقى ان الفئران بتختصر وقت التجربه جدا لانها بتتكاثر بسرعات رهيبه، يعني انت عشان تراقب جيل كامل من البشر محتاج سنين كتير جدا، انما الفئران الجيل عندهم بيخلص في سنه سنتين. والاهم من كل ده بقى انه رخيص جدا، ولو حصل له حاجه محدش هيكلمك، اصل في الاول وفي الاخر ده فار يعني كده كده محدش بيحبه. وده اللي خلى العلماء يعتقدوا ان الفار هو اكتر حيوان ممكن يعبر بشكل او باخر عن تصرفات البشر.